السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة مع بعض الكشري المصري. هنعمله في البيت أحلى من المحلات. في المحلات غالي وما بيبقاش حلو كده. تعال نعمله مع بعض، هتلاقي الطريقة سهلة وبسيطة ومفيش أحسن من كده، وبعدين هتوفري كتير، وبعدين والله بيبقى طعمه أحلى. يلا مع بعض. ده كنت بولع الرز، وقبل ما أعمل الرز عملت العدس بجبة وعملت الحمص، سلقتهم كده في مية. لما استووا طفيت عليهم، سلقتهم الاول وبعدين عملت الرز وبعدين عملت الصلصة بحط فيها توم وفلفل احمر وقرن شطة برضو من الاحمر، هوريهولكوا دلوقتي. ده الرز، عملت رز بالشعرية. ودي التقلية بتاعت الصلصة. بوريكوا الفلفل اللي انا حاطاه في الصلصة، وده الشطة اللي انا حاطاها في الصلصة. شطة من اللي هي بتاعت البهارات، بتجيبي قرن شطة من البهارات وتحطها كده. الصلصة ما تكترلهاش ميه في الخلاط، عشان انت لازم تسيبها على النار تتقل. وصفيتها، صفيها بتبقى طعمها احلى. ورز استوى، ودي ميه عشان المكرونة، والمكرونة اتسلقت. مش عايزة اطول عليكم، اوريكم الخطوات واحدة واحدة وبسرعة. بعد ما الصلصة حطيتها على النار، قطعت فيها قرن شطة اخضر، وممكن تحط قرن فلفل اخضر عادي. ودي نص معلقة سكر، وبعدين حطيت معلقة ملح. وهنحط برضو مع بعض البهارات فلفل اسود وبابريكا وكاري وكمون والبهارات السبع، حطيتهم كده ورا بعض. وبعد كده اخر حاجة عملت البصلة، قشرت البصل وقطعته وحمرته غامق شوية، بس مش بني غامق، عملته بني فاتح عشان ما يتعبش المعدة. ما حطيتش على اي حاجة. ممكن تحط معلقة ملح، بس مش معلقة، لا، حبة ملح صغيرين. والصلصة قلت خالص. دلوقتي بعمل في البصلة بتاخد وقت عشان بعمل شوية بشوية، بس قربت تخلص اهي. هي دي كل المكونات: الرز والصلصة والمكرونة والبصل والعدس بجبة والحمص. مفيش اسهل من كده واحسن، مفيش اسرع من كده. سلقت كل الحاجات وحطيتهم واحدة واحدة. وعلى فكرة بقلي بطاطس قبل ما احمر البصلة. قليت بطاطس. هنحط دلوقتي الطبق واحدة واحدة. حطيت الرز والمكرونة والحمص والعدس بجبة ودي البطاطس اهي بوريها لكم. ودي الشطة، بحط الشطة في الطبق كده عشان في حد بيحب الشطة وحد ما بيحبش الشطة، وحد بيحب كتير وحد بيحب قليل. احنا عندنا اطفال ما بنحط لهمش شطة. شوفوا الطماطم جميلة ازاي، بتشوفوها في المحلات حمرا كده وبالشكل ده. طبق الكشري اللي في المحل بيبقى شكله كده. اعملي في البيت وكل طبق واتنين وتلاتة انت وولادك، مش هتتكلفي كتير. وعلى فكرة سهلة، كل حاجة بتتسلق، مفيش الا البصلة بس اللي انت بتحمريها. ما تنسيش اللايك والاشتراك للقناة، وياريت التعليقات الحلوة. تعليقاتكم الحلوة والله بتحفزني وبتخليني عايزة اعمل لكم احلى حاجة واشارككم كل حاجة في يومي. في حاجات بعملها مش بتشوفوها. لو انتوا عايزيني اعمل لكم كل يوم الاكل بتاعي كل يوم اصوره وتشوفوه، ياريت تقولولي. وسلام.